طقس بارد، رياح وأمطار قوية ستشهدها مناطق مختلفة من بلادنا إلى غاية الأحد المقبل. نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي كشفت أيضا عن هيجان البحر قد يصل إلى 6 أمتار ونصف. توضيحات أخرى يقدمها الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية. ابتداء من الجمعة بحول الله ستعرف تغيير نتيجة لاقتراب منخفض بعرض المحيط الأطلسي خصوصا بغرب أوروبا. أمطار ستكون على شكل زخات رعدية معتدلة إلى أحيانا قوية خصوصا بمناطق الريف، مناطق سيس، وكذلك بعض مناطق الشمال الغربية للبلاد، وكذلك مرتفعات الأطلس. هذا وستعرف درجة الحرارة انخفاض ملموس خصوصا في المناطق الداخلية، مرتفعات الأطلس، المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد. وسيستمر هذا الاضطراب الجوي إلى غاية يوم الأحد بحول الله. سيرافق هذا الاضطراب الجوي أمواج عالية خصوصا بالنسبة للبحر، فسيكون كثير الهيجان إلى قوي خصوصا في السواحل الأطلسية الممتدة من أصيلة إلى طرفايا. ويتوقع بحول الله أن تكون هناك تحسن تدريجي في حالة البحر ابتداء من يوم الاثنين بحول الله. وللتخفيف من آثار موجة البرد والثلوج على الساكنة خاصة بالمناطق الجبلية بإقليم مازيلال، إجراءات وتدابير استباقية تناولها اجتماع لجنة اليقظة والتتبع. والتفاصيل مع ياسر العمراني وعمر جليدي. للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لموجة البرد تم تعبئة مختلف مصالح القطاعات الحيوية لفك العزلة عن ساكنة المناطق المعنية بهذه الموجة. مجموعة من الآليات تم تعبئتها بهدف تسوية الطرق في حال انقطاعها بسبب تساقط الثلوج. كتهم بالخصوص 13 الآلية، منها كاسحة ثلوج وكذلك آليات للرفع، وكذا مجموعة من المواد البشرية كمهندسين وتقنيين، ومجموعة من السائقين الشاحنات الثقيلة. وهذه الآليات هذه كنوضعوهم في مواقع اللي قريبه للساكنه، حيث ان تقريبا كاين المواقع اللي كتعرف تساقطات مهمه كنوضعوا فيها يعني مجموعه الآليات. قطاع الصحة هو الآخر يحظى بالأولوية في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة التقلبات الجوية. وحدات